جبت لكم اليوم طريقة تحضير الكوردون بلو. ومعنى كوردون بلو الشريط الأزرق. في الأصل يعملوه بلحم بقري، اليوم بسويه بالدجاج. نعمل فتحة بصدر الدجاج عشان يكون عندنا زي الكيس أو الشنطة. والآن نجيب وصلتين من شرائح الديك الرومي ونحط عليه تقريبا 20 إلى 40 جرام جبنة. أنا استخدمت جبنة الجرويير. نقفل على الجبنة من كل الاتجاهات. هنا مش مبين، أنا آسف. الآن نحط الجبنة في الفتحة اللي سويناها في صدر الدجاج. تعرفوا ليش ما قطعنا صدر الدجاج إلى نصين؟ عشان مع الحرارة لما الجبنة تسيح ما تطلع من كل الجوانب. نتبل الدجاج بملح وفلفل أسود، واللي يشتي ممكن يسوي كمون وكاري وبابريكا من الأخير، يعني حسب الرغبة. الآن أول شيء نقلب صدر الدجاج في الطحين، وبعدها في البيض. اللي ما يحب البيض يستبدله بمي يعني ماء، وآخر شيء في البقسماط. الآن أنا جهزت الطاوة والزيت ساخن، يعني تقريبا 160. ملاحظة مهمة، تكنيك الطهي هنا ليس القلي، لأنه القلي معناته إنه الشيبس أو اللحم يسبح في الزيت. والآن لما نحصل على اللون المطلوب نحط الكوردون بلو في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق. طبعا لأنه هذا الدجاج عشان يكون مضمون ويكون مستوي. يقدم مع بطاطا شيبس ووصلة ليمون. سؤال لكل المتابعين، ليش استخدمنا شرائح الديك الرومي؟ منتظركم في التعليقات.